السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. أظن ممكن تتفقوا معايا في الرأي لما أقول إن في شخصيات كتير في بعض الأفلام أثرت فينا، بالذات الشخصيات اللي كان ليها أجزاء وسلاسل، وحتى إننا ممكن نلاقي أكتر من نجم قام ببطولة الأفلام دي. وفي حلقتنا بقى النهاردة هنحاول نشوف مين اللي ابتكر الشخصيات دي من الأساس واللي كان ورا ظهورها للنور. ومن غير كلام كتير، كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بشخصية دراكولا، واللي ظهرت لأول مرة عام 1897 على إيد الكاتب الأيرلندي برام ستوكر. وأول فيلم نزل لدراكولا كان عام 1931، لكن البداية الحقيقية لدراكولا كانت عام 58، واللي قام بالدور الممثل كريستوفر لي. وبعدها توالت الأفلام اللي وصل عددها تقريبا لحوالي 20 فيلم. واستلهم الكاتب شخصية دراكولا في الأساس من خلال حاكم رومانيا في العصور الوسطى، واللي كان اسمه فلاز الثالث، واللي كان ملقب بدراكولا، وده لوحشيته ودمويته، واللي كان معروف عنه انه ساعات كان بيوصل لشرب دم اعدائه. ولقت الرواية رواج كبير جدا لما نزلت، لدرجة تجسيدها في السينما على ايد اكتر من فنان. ولكن الفنان اللي لقى نجاح كبير من خلال تجسيده للشخصية كان الفنان جاري أولدمان، من خلال فيلم بيحمل نفس الاسم. الكلام ده كان سنة 92، واللي قام بالإخراج كان المخرج العبقري فرانسيس فورد كوبولا. ولكن بالنسبة لشخصية زي طرزان، واللي تم ابتكارها لأول مرة على إيد الكاتب الأمريكي إدجار رايس بورس، والكلام ده كان سنة 1912. والرواية نزلت وكسرت الدنيا، مما دفع بعض المنتجين للاستفادة منها وعمل أفلام. والكلام ده كان سنة 1938 لما تم إنتاج أول فيلم بيحمل اسم طرزان، وحقق شهرة واسعة جدا وقت عرضه على مستوى العالم من خلال شخصية فتى الأدغال اللي عاش وتربى ما بين القرود، واللي علموه ازاي كيفية التنقل ما بين الأشجار من خلال الفروع. وكمان تم إضافة الصيحة الشهيرة ليها، وده اللي خلته محبوب ما بين الكبار والصغيرين كمان. ونيجي بقى لشخصية تعتبر وتعد من أشهر الشخصيات على مستوى العالم، وهي شخصية جيمس بوند، واللي تم ابتكار الشخصية دي لأول مرة على إيد الكاتب الإنجليزي إيان فليمنج. الكلام ده كان سنة 1953، واللي جايز كونه في الأساس إنه كان ضابط في البحرية الأمريكية. يمكن ده اللي خلاه يأسس الشخصية دي ويعرف أبعادها بشكل ممتاز جدا، وكمان ضاف إليها بعض المعلومات اللي قدر يحصل عليها من زملائه في الاستخبارات البريطانية عن الشخصية وتكوينها وذكائها ومفهومها كمان. مستر بوند. جيمس بوند. وبتتمتع شخصية بوند باللياقة العالية وسرعة التصرف في أصعب المواقف، واللي أدى الشخصية دي على مدار عمرها 7 ممثلين، وابتدوا بالنجم باري نيلسون. الكلام ده كان سنة 58 من خلال مسلسل تلفزيوني. وننتقل بقى لشاشات السينما اللي عرفتنا على شخصية جيمس بوند بشكل أوضح وأشهر، وطبعا تم تجسيدها من خلال نجوم زي شون كونري وروجر مور وجورج لازيمبي وبريس بروسنان، ونجوم غيرهم كتير كان آخرهم دانيال كريج. ولحد اللحظة دي تم تجسيد شخصية جيمس بوند من خلال 26 عمل، وهي فعلا شخصية ممتعة وقماشة كويسة يقدر يطلع منها صناع الأفلام إمتاع أكتر وأكتر. أما بقى بالنسبة لشخصية زورو الفارس النبيل، واللي تم ابتكارها لأول مرة على إيد الكاتب الأمريكي جانوستن ماكولي، والكلام ده كان سنة 1919. الشخصية لقت رواج وشهرة واسعة جدا في فترة قليلة، والمعروف عنه انه مبارز ممتاز وعنده مهارات قتالية عالية. كرس حياته لخدمة البسطاء في مواجهة أصحاب المال والنفوذ، وجسد الشخصية على مدار تاريخها نجوم كتير، ابرزهم كان النجم جاي ويليامز، وكمان النجم الفرنسي الشهير الين ديلون، والكلام ده كان سنه 75. وكان اخرهم النجم الامريكي ذات الاصول الاسبانيه طبعا الشهير انطونيو بانديراس. ونروح سريعا لشخصيه فرانكنشتاين، والشخصيه تم ابتكارها على ايد الكاتبه البريطانيه ماري تشيلي،
والكلام ده كان سنة 1818، واللي بتتكلم عن شخصية الطبيب فيكتور فرانكنشتاين المهووس بالعلوم والابحاث الكيميائيه والفيزيائيه، واللي كمان كان عايز يعمل بحث محدش سبقه ليه قبل كده. والفكره كانت عباره عن خلق جسم بشري وبعث الروح فيه من جديد من خلال شحنات كهربائيه. روايه قويه دفعت اكتر من منتج لتحويلها مباشره على شاشات السينما، ولكن ما لقتش سكتها عبر شاشات السينما الا في انتاج اول فيلم ليها، والكلام ده كان سنه 1931 من خلال فيلم بيحمل نفس الاسم، واللي قام بالبطوله النجوم كولين كلايف في دور الدكتور وبوليس كارلوف في دور الوحش. وتوالت الأعمال في الأربعينات والسبعينات، وكان آخرهم فيلم نزل عام 2015 واللي قام ببطولته النجوم جيمس ماكافوي ودانيال رادكليف. وأخيرا مع واحدة من ألمع وأشهر الشخصيات عالميا، وهي شخصية شارلوك هولمز، وتم تأسيسها لأول مرة على إيد الكاتب والطبيب الإسكتلندي آرثر كونان دويل، والكلام ده كان سنة 1887. والكاتب أسس الشخصية بحيث إنها تكون لمحقق استشاري حر وظيفته تحليل الجرائم وحل الألغاز، يتميز بالحنكة والدهاء وسرعة البديهة. الشخصية عرفت طريقها للسينمات بسرعة شديدة، وتم تقديمها على شاشات السينما على مدار سنوات. بدأت بفيلم عام 39، وبعدها تم تقديمها في أكتر من 20 عمل ما بين أفلام ومسلسلات. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, will attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Block feral left. Weaken right jaw. Now fracture. Break cracked ribs. Traumatize solar plexus. Dislocate jaw entirely. Heel kick to diaphragm. شخصية شارلوك هولمز فعلا شخصية سرية جدا، ومهما اتعمل منها وتم إنتاج أفلام هتلاقي رواج ليها ونجاح كبير، لأنها بتعتمد في الأساس على الإثارة والغموض في حل الجرائم والألغاز، والتصنيف ده دايما بيلاقي له جمهور بشغف مستمر. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وأرجو لو الحلقة عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان لو تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش انكم كمان تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقيها موجود اسفل خانة الوصف. ويا ريت ما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.